السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة قضايا اليوم. موضوع النهاردة صعب كتير في الحقيقة، وهو حصل في محافظة الجيزة. كلنا عارفين بيوت العيلة ومشاكلها، واللي حصل إن في شاب عنده 30 سنة اتجوز وكانت ظروفه صعبة، وده اللي خلانا نبدأ نفكر في تفاصيل القصة دي ونشوف أبعادها. فاضطر يعيش مع والدته في نفس البيت وجهز أوضة ليه ولزوجته، وبعد الجواز أخته المطلقة رجعت تعيش معاهم، وده خلى الحياة بينهم صعبة وبدأ يظهر مشاكل كتير يوم بعد يوم. الحياة بقت صعبة على الزوجة بسبب الخلافات مع حماتها وأخت جوزها وطريقتهم معاها، وده بيخلق ضغوط كبيرة جدا على استقرار البيت والعقاب. الزوجة حملت وجابت طفل اسمه رحيم، وبعد سنة وشهر الطفل توفى وهو نايم في حضن جدته رحمة الله عليه. كانت لحظات صعبة جدا على كل اللي حواليه وقتها. لما راحوا المستشفى الدكتور قال انه توفى وطلع تصريح بالدفن، لكن كان شاكك في سبب الوفاة، وده اللي خلى اهل المتوفى يطلبوا تشريح الجثة عشان يعرفوا الحقيقة كاملة ويطمنوا. بعدها بفترة الزوجة جابت طفلة اسمها رحمة، ولما كان عندها شهر اتوفت ها كمان بنفس الطريقة. الدكتور استغرب تشابه الحالتين وبلغ مدير المستشفى، وبعدها الشرطة بدأت تحقق في الموضوع، وهو ده اللي حصل بالتفصيل في القضية دي. فتابعونا علشان تعرفوا كل الجديد باستمرار. ومع التحقيق والضغط اعترفت الجدة انها كانت السبب بسبب خلافاتها المستمرة مع مرات ابنها، وده اللي خلى الحقيقة تبان في الآخر وتنهي كل الشكوك اللي كانت موجودة من فترة. ومع التحقيق والضغط اعترفت الجدة انها كانت السبب في وفاة الأطفال باستخدام مادة ضارة داخل البيت، وده كان بسبب خلافاتها المستمرة مع مرات ابنها على طول. في النهاية الموضوع صعب ومؤلم، وربنا يرحم الأطفال ويصبر والدتهم، ويا ريت ناخد بالنا من بيوتنا وأطفالنا ونحافظ عليهم. وما تنساش الاشتراك واللايك والكومنت وقول رأيك في الموضوع ده، ولو حابين نتكلم في تفاصيل أكتر الفترة اللي جاية سيبوا لي تعليقاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحلى متابعين.